السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي مع حل الدرس الثالث تضاريس أرضنا الجميلة. أول حاجة أمامك خريطة صماء لجمهورية مصر العربية. في ضوء ما درست عن مظاهر تضاريس سطح مصر لون الآتي: 1. أحد الجبال في جنوب مصر الغربي هيبقى جبل العوينات. 2. بحر يحد مصر من اتجاه الشمال البحر المتوسط. اقرأ وأجب. 1. ما المقصود بالجبل؟ هي أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. 2. بما تفسر اختلاف الألوان الموجودة على خريطة مستويات الارتفاع. هنقوله بسبب اختلاف تضاريس مصر. 3. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة الآتية: تحيط المياه بجزيرة شدوان من 3 اتجاهات. هتبقى غلط. بعد كده الأداء المنزلي. الواجب: 1. ما المقصود بالتضاريس؟ هي أشكال سطح الأرض المختلفة ما بين مرتفعات ومنخفضات. رقم 2. أين يصب نهر النيل؟ في البحر المتوسط. 3. حدد وجه الاختلاف بين الجزيرة وشبه الجزيرة. الجزيرة مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. شبه الجزيرة مساحة من اليابس تحيط بها المياه من 3 جهات. رقم 4. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مساحة كبيرة من الماء المالح أقل عمقا من المحيط تشير العبارة إلى البحر. الفقرة الثانية: 1. ما العلاقة بين السهول الفيضية وقيام الحضارة في مصر القديمة؟ السهول الفيضية تتميز بتربتها الخصبة التي ساعدت على قيام نشاط الزراعة والاستقرار وقيام الحضارة المصرية القديمة. 2. دلل على صحة ما يلي: أهمية السهول الساحلية في مصر، جذب السياح، وتوفر المزيد من فرص العمل. 3. ما المقصود بالسهل الساحلي؟ مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر. الأداء المنزلي. الواجب: 1. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة الآتية: يوجد جبل سانت كاترين في الصحراء الغربية. إجابة خاطئة. 2. اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية: تمتد على جانبي نهر النيل وتتميز بتربتها الخصبة الصالحة للزراعة السهول الفيضية. رقم 3. دلل على صحة العبارة الآتية: استفاد المصريون القدماء من الجبال والهضاب، خدوا منها المعادن وصنعوا بها أدواتهم، الصخور والأحجار في نحت تماثيلهم وبناء الأهرامات والمعابد. 4. ما النتائج التي ترتبت على وجود شواطئ جميلة ومناظر خلابة بأرض مصر، جذب السياح، ووفرة فرص العمل؟ التقييم الأسبوعي. نموذج ألف: 1. ما المقصود بهضبة؟ مساحة واسعة من الأرض مستوية أو شبه مستوية السطح. 2. بما تفسر تعتبر سيناء شبه جزيرة لأنها تحيط بها المياه من 3 جهات. 3. حدد اختلافا واحدا بين النهر والبحر. النهر مياه عذبة أما البحر مياه مالحة. 4. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة الآتية: يوجد جبل سانت كاترين في الصحراء الغربية. غلط. 5. بما تفسر أهمية السهول الساحلية في مصر، جذب السياح ووفرة المزيد من فرص العمل. نموذج ب: 1. ما المقصود بتل؟ هي أرض مرتفعة ولها قمة يقل ارتفاعها عن 1000 متر. 2. اكتب ما تشير إليه العبارة: مجرى ماء عذب النهر. 3. بما تفسر أهمية السهول الفيضية، تربتها خصبة صالحة للزراعة. 4. دلل على صحة العبارة الآتية: استفاد المصريون القدماء من الجبال في مصر لأن بها معادن استخدموها في صناعة أدواتهم، بها صخور وأحجار نحتوا تماثيلهم
وبنوا الأهرامات والمعابد. 5. قارن بين السهول الساحلية للبحرين الأحمر والمتوسط. السهول الساحلية للبحر المتوسط واسعة، السهول الساحلية للبحر الأحمر ضيقة بسبب اقتراب الجبال منها. نموذج ج. 1. ما المقصود بالسهول الفيضية؟ مساحة من الأرض مستوية وقليلة الارتفاع تتكون من رواسب الأنهار. 2. تقع هضبة الجولف الكبير على حدود مصر في الركن الجنوبي الغربي. 3. حدد البحر الذي يصب فيه نهر النيل في مصر. البحر المتوسط. 4. قارن بين الجبل والهضبة. الجبل أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. الهضبة مساحة من الأرض المرتفعة مستوية أو شبه مستوية السطح. 5. ما المقصود بالتضاريس؟ هي أشكال سطح الأرض المختلفة ما بين مرتفعات ومنخفضات. وبكده احنا خلصنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.